السلام عليكم. ثلاجة فيها مية قلانة جعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. يا رب الفيديو بتاع الروتين يعجبكم، ولو عجبكم النوع ده من الفيديوهات قولولي واعمل لكم منه كتير. بعد ما فطرنا كده وعملت فطار عظمة زي ما قلت لكم، التليفون بتاعي رن واهلي قالوا لي تعالي احنا عازمينك على بيتزا. قلت لهم ماشي وبسرعة، ده انا جاية اهو. اخيرا حد عزمني. جيت مشيت فبقول لهم ايه ده، مفيش ريحة للبيتزا، انتوا بتكذبوا عليا؟ قالوا لي لا، يلا شمري وطلعي الشيف براك اللي جواكي وورينا البيتزا بتاعتك. قلت لهم حاضر من عيوني. وجيت بقى مسكت، احنا هنعمل 3 صواني، مسكت الكل صينية، كوبايتين دقيق، وحطيت عليهم معلقة كبيرة خميرة، معلقتين سكر، نص كوباية زيت، وعجنتهم عجنة كويسة تكون وعجنتهم مية دافية، وسبتها بقى تختمر. ودخلت بقى ايه، شايفين الملمس بتاعها؟ لا طرية بتلزق ولا يابسة. بس وسبتها بقى تختمر. حبيت اصور لكم الفيو اللي قدام بيت اهلي، تحفة، خطير جدا، جميل جدا. انا بحب المناظر دي يا جماعة، منظر الطبيعة. جميل. هندخل على الحشوة. طبعا احنا مزودين الكمية علشان قلت لكم هنعمل 3 صواني. جيت قطعت الفراخ قطع صغيرة، وقطعت بصل، وقطعت طماطم. طبعا مش متوفر صلصة، انتي متوفر عندك صلصة تمام، مش متوفر صلصة اعملي بطماطم زي كده، هتديكي نفس النتيجة. بس هي تبقى فيها قشرة خفيفة كده زي ما قلتلك، انا بحبها بالصلصة، بس مش هتقول لا، يعني الطماطم عادي. المهم نزلنا بقى معلقتين سمنة على زيت، ونزلنا بالفراخ هتديها صدمة. وننزل بالتوابل، معلقة فلفل أسمر، معلقة كمون، معلقة شطة، معلقة ملح، وهننزل بالبصل ونقلبه كويس. الطريقة دي من البيتزا يا جماعة، بصوا جربوها على ضمانتي، والله خطيرة. لما تحطي كل حاجة على بعض هتاخد من طعم بعض وهتبقى تحفة. انما لما تحطي مثلا الصلصة تعمليها وحدها وتحطيها بقى على مش عارفة ايه الكلام ده، لا. انما الطريقة دي خطيرة، كل حاجة بتاخد من طعم بعض بتبقى تحفة، صدقيني جربيها على ضمانتي. بعد ما البصل اتشوح كويس نزلنا بالفلفل، وبعد كده ننزل بالطماطم، وهنقلبهم كويس كويس كويس. وطبعا انتي هتبقي معاكي تدوقي، لو ناقصه ملح، لو ناقصه حاجه تزودي، عايزاها سبايسي تحطي قرن حامي، قرن فلفل حامي، عايزاها مش سبايسي خلاص انا حاطه رومي بس. ونسيبها بقى النار تبقى عاليه عليها ونسيبها تستوي. هنيجي هنا بقى بعد الخميره، ما بعد العجينه ما اختمرت، هنفش الخمر بتاعها وبعد كده نقطعها 3 قطع. احنا كان معانا صينيتين كبار وصينية صغيرة، فطبعا الصينيتين الكبار بتبقى القطعة بتاعتهم اكبر من الصينية الصغيرة، يعني هتبقى الكرة بتاعتهم كبيرة شوية عن الصغيرة، عشان الصغيرة ما ينفعش تبقى العجينة بتاعتها كبيرة تبقى معاكي كيكة. تبقى واخدة بالك من التفاصيل البسيطة دي. ومن الاساس الصينية الكبيرة
من اساس الدقيق الاول. الصينيه الكبيره بتاخد مع كوبايتين دقيق، الصينيه الصغيره بتاخد كوبايه ونص بس. هنا بقى بسويها، انا بحب اسويها كده بايدي في الصينيه، جوه الصينيه اسهل لي من ان انا احطها على الرخامه واقعد اعملها بالنشابه والكلام ده. انا بجيب لكم ابسط حاجه، ومش بحب انا في طريقه الاكل اصعب على اللي قدامي الطريقه عشان ما يستصعبهاش ويكسل عليها. انا بجيب لكم اسهل حاجه عشان تبقى سهله بالنسبه لك وتقومي تعمليها وتجربيها. وكده هنفرش العجينة كلها بنفس الطريقة، وهنرفع الحروف بتاعتها شوية. وطبعا انت معاكي ايدك طبعا تبقى شايفة الحتة الرفيعة والحتة التخينة، تبقى مخليها سوا واحد. وهنغزها كويس جدا بالشوكة، لازما الخطوة دي عشان ما تقلبش معاكي كيكة، لو منغزتهاش بالشوكة هتبقى نافشة معاكي. هننزل بقى بالخلطة بعد ما الخلطة استوت، هننزل بالخلطة ونفرش الصينية كده. طبعا اول ما ابتدينا في العجينة ولعنا الفرن عشان لازم يبقى الفرن سخن جدا على درجة حرارة 200. وكده بعد ما طلعت لازم اول ما تطلع يا بنات تغطيها عشان ما تنشفش منك، الحروف بتاعتها ما تبقاش ناشفة. وبس كده. وعملت جنبيها جنب البيتزا تومية، كانت خطيرة خطيرة خطيرة، لازم تجربوها. وعملت لأهلي بقى واخواتي البيتزا، كانوا قالوا لي رهيبة رهيبة رهيبة. وكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يعجبكم. سلام.